بالرغم ان في ناس كتير مش بيفهموا ان كل التحديات والصراعات اللي بتحصل في حياتهم او المشاكل اللي بتحصل في حياتهم وبتواجههم هي اللي بتصنعهم، يا اما بتصنعهم يا اما بتكسرهم. في الدراسة دي اتعملت عن أخطر الأشخاص اللي بيتكلموا عن تأثير العلاج الوهمي للتوتر. أخدوا أكتر الأشخاص توتر في العالم اللي هم بيعتقدوا إن التوتر كان حاجة وحشة ليهم، لقوه نسبة كبيرة منهم بيموتوا بدري بسبب الأمراض اللي بتدخل داخل الدم، اللي بترجع عليهم بنوبة قلبية بسبب التوتر والضغوطات اللي بيجوها في حياتهم. لكن الناس اللي بتعتقد إن التوتر حاجة حلوة ليهم جعلهم يقدموا أداء يعتبروا الأداء ضحية جدا بالنسبة ليهم. كانوا يعيشوا لفترات طويلة جدا عشان نفس العقار اللي موجود في دماغ الناس اللي بتشعر بتوتر، بس كان ليه تأثير مختلف عندهم. علشان كده ده أكد لي إن في كل مرة بحس بيها بالتوتر أو إن أنا تحت ضغط، ده حاجة بتحمسني جدا. عائلات الناس بتعتقد إن لما بتحدث ليهم أو بتجرى ليهم شيء وحش بيكونوا هم الضحية للمشكلة، وإن الأشياء السيئة بتجيله هو فقط. يعني ده امر مش طبيعي، لدرجة انهم مش بيفهموا ان الحاجات الوحشة دي يعني ممكن تحصل لي وتحصل لك وتحصل للجميع، وان اكتر الناس نجاحا اللي عندها نفس الاشياء اللي حصلت لك ويمكن اسوأ من اللي حصلت لك كمان. يعني انت ليه بتاخد بالعبرة لنفسك؟ عشان كده الناس دي اخدتها بشكل مختلف. انت مؤهل قدر الامكان ان انت بتؤمن ان انت يمكنك التأثير تماما على كل حاجة في حياتك. انت مؤهل قدر الامكان اذا كنت تؤمن ان كل حاجة حدثت ليك سواء كانت حلوة او وحشة خطأك تماما. انت مؤهل قدر الامكان لو انت بتعتقد ان الاشياء اللي بتحدث ليك هتسمح لك بالعمل بجدية اكبر، تتعامل بجدية اكبر من ان انت تواجه التوتر ده. انت اول حاجة لازم تعملها اول ما تجيلك ضغوطات او تجيلك يعني حاجات صعبة جدا في حياتك، اول حاجة لازم تعملها ده كويس اللي انت عليك القيام بيه هو التفكير داخل عقلك، فهم ان كل دي المشاكل دي هي اللي بتديك الوقود، هي اللي بتديك البنزين، الدافع بتاعك دافع غير محدود اللي تحتاجه عشان تصبح شخص ناجح وجيد. لو قمت استغلالها بالطريقة الصحيحة انت كده عندك عقلية مختلفة. بس كده ده الموضوع باختصار. سلام.